تخيل معايا تاخد واحد من اقوى البايكات اللي نزلت من هوندا وترجعه من الحاله دي للشكل ده. دي كانت بايك ميته حرفيا، بس روب هيرجعها للحياه، ومش اي حياه، حياه هجوميه وشرسه جدا. وانا مش جاي اقول لك ايه اللي حصل، انا جاي افرجك كل لحظه وكل مسمار اتربط في البايك دي، وصدقني هتنبسط قوي. واوعى تنسى تصلي على النبي وتعمل لايك وتدوس اشتراك للقناه. واللي هيخلينا نتكلم على الموتوسيكل ده بالذات، بعيدا عن انه الموتوسيكل بتاعي، الا انه حلم كتير للناس اللي عايزه تتعلم سواقه الموتوسيكلات الياباني. فعاوزك تتخيل انك تلاقي الموتوسيكل اللي بتحلم بيه في الحاله دي، فقول لي هتسيبه ولا هتصلحه؟ والاهم من كده ان معظم الموتوسيكلات اللي بنشوفها بتيجي مصر افراج، 70 او 80% منهم بيعدوا بالمرحله دي قبل ما يجونا ويتباعوا هنا على اساس ان هم افراج. وركز قوي على كلمه افراج دي، انا عارف ان كلامي ده هيزعر تجار كتير، بس لو عايزني اقول لك ازاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك افراج عامل حادثه بره او لا، اكتب لي دلوقتي في الكومنتات. المهم تخيل معايا كده ان واحد صاحبك يجي لك في يوم ويكلمك ويقول لك انا عندي ليك موتوسيكل 600 دبل ار لقطه. رحت تكشف عليه لقيته كابوس حرفيا. وده بالظبط ايه اللي حصل مع روب. فوانيس مش موجوده، الفبر متكسر، التانك متقشر، والمرايات متكسره، والقواعد بايظه، حتى ضفاير الكهرباء ملهاش معالم وظاهره من كل حته. البايك حرفيا محتاج معجزه عشان يقوم من اول وجديد. بس الحاجه الحلوه في الموتوسيكل ده بعد محاولات كتيره مع البطاريه ان هو اشتغل، وكمان الموتور بتاعه يطلع سليم وما فيهوش اي مشكله. بالاضافه للخبر الحلو ده انه سعره فعلا يطلع له $1300، وده فعلا سعر كويس جدا. اول خطوه اللي هو فك كل حاجه، الفايبر اتشال، الفوانيس والشاسيه اللي ماسكهم هو والشاسيه العاديه كمان اتشال، سلوك الكهرباء اتشالت، وكمان كان في سلوك عشان الموتوسيكل كان عليه نور LED. كل دوت اتشاله عشان روب قال ده بيخلي شكل الموتوسيكل وحش. وبعد ما رفع الموتوسيكل على الكوريك قرر انه يفك العجله اللي قدام واللي ورا، بس قبل ما يشيل الكاوتش اللي ورا لازم يفك الجنزير اللي قرر برضه يغيره قدام هو والترسين اللي قدام واللي ورا. وكمان فك الاكستنشن اللي كان في السوينج ارم اللي قال عليه ده اغبى تعديل ممكن حد بيركب موتوسيكلات يعمله. فانا عايزك تقول لي ايه رايك في الكلام ده. بعد كده كشف على الجنط عشان يشوف لو في اي عوجه او كسر في الشنط، وهنا كانت اول مشكله، ان الطنابير فيها عوجه، وده اكيد بسبب الوقعه اللي الموتوسيكل ده اخدها. وقرر يجيب طقم طنابير امامي وخلفي جداد. وتاني مشكله قابلته كانت في الصف فريم. الصف فريم طلع مايل، شكله هو كمان محتاج بيتغير. ولما كشف على الحوض البطاريه الفبر لقاه كله متكسر، ولما فكه طلع فيه لحمات قديمه ما كانتش باينه، وده برده كمان محتاج يتغير. ولما فك الفبر جت المفاجاه والمشكله الكبيره اللي اي صاحب موتوسيكل لازم يخلوا باله منها، وهي ان الشاسيه الرئيسي فيه شرخ كبير وكمان خبطه واضحه جدا. ولو اخدت بالك يا ابو الصحاب هتلاقي ان الموضوع مش فك وتركيب وتجميع وخلاص، لا ده محتاج شغل جامد وتركيز وصبر كبير. بعد كده كمل تفكيك البايك، ولما شاف الريداتير لقى فيه خبط. في الاول قال انها خبطه عاديه، بس لما فكر فيها شويه لقى انها ممكن تعمل مشاكل في اندفاع ميه التبريد للموتور. في الاخر قرر انه يغيره عشان لقى المروحه كمان لازقه في الريداتير، وده هيسبب مشكله في التبريد. وكمان فك الشكمان كله. نرجع تاني بقى للشاسيه الرئيسي. روب قال ان عنده واحد صاحبه ممكن يصلح الشاسيه ده، وفعلا لما وداه لصاحبه، صاحبه رجع له الشاسيه ده متصلح بشكل ممتاز، ومرى الكسور والفراغات اللي كانت فيه بالالومنيوم. بس هو قال الاحسن نجيب شاسيه جديد عشان كل حاجه تبقى جديده في الموتوسيكل ده. جاب فريم جديد نضيف، لا فيه شروخ ولا فيه خبط، ركب فيه المقص الخلفي، نقل كل المسامير من الشاسيه القديم للشاسيه الجديد، ونضف كل حاجه، حتى الاستيكرات اللي كانت على السوينج ارم او المقص الخلفي شالها بالهيد جون. ولما الجنوط وصلت بعد ما اترشت وكانت بلون ابيض ميتاليك، ثبت عليها الديسك الجديد اللي هو الديسك الخلفي، وكمان حط الترس الخلفي بتاع آلة الجر. وكمان من المشاكل اللي قابلته في الموتوسيكل ده ان المساعدين كان بيسرب زيت. بدأ يصلح المساعدين الامامي من تسريب الزيت ده، وكان مفكر ان المشكله كلها مشكله اويل سيل، بس للاسف طلع في اجزاء جوه المساعدين نفسه محتاجه تتغير. وده بالفعل اللي حصل، غير كل الاجزاء البايظه وروق على المساعدين، حرفيا رجعهم جداد. مع الوقت كل قطعه كانت بترجع مكانها كانها بترجع لحضنها، عجل، مساعدين، فلاتر، الكويلات، الضفاير، كل حاجه حرفيا. حتى هو بيراجع الكهرباء لقى ضفيره مقطوعه، السلوك المقطوعه دي اتلحمت، وكمان حط لها شرينك تيوب عشان يبقى العزل تمام. جاب خزان فرامل جديد، الخراطيم الحمراء اتشالت وركب مكانها خراطيم ستانلس ستيل. رجع الفريم بتاع العداد والفريم بتاع الفوانيس الامامي، بس المره دي الفريم او الشاسيه دوت كان الجديد مش القديم المتكسر. التانك اتركب، جرب ميه الريداتير، وبعدين حط ميه تبريد خضراء، نزل الزيت القديم اللي كان في الموتور، وكمان فلتر زيت جديد، وكله شغال زي الفل. وهنا يا صاحبي الموتوسيكل بدأ ياخد شكله. كمان جاب السرزات افتر ماركت. اما بالنسبه لوش الكهرباء كمان اتغير بوش جديد، عشان القديم لا حول ولا قوه الا بالله كان واخد خبطه وفيه خربشه جامد قوي من الوقعه. ركب الجنزير الجديد، وزي ما قلت لك آلة الجر كلها
كانت جديده. اما العداد فهو عدل النور بتاعه من الاورنج لازرق تلجي عشان يمشي مع لون الموتوسيكل الجديد. ولما فتح صندوق الكيت الجديد كان باللبني ميتاليك واسود مط. بصراحه اللون ده بالنسبه لي ما حسيتهوش قوي. الفيرنج اللي كان فيه القديم كان فيه كده شغل اير بروش جامد بصراحه. المهم ركب الفيرنج وكمان حط من جوه الاستيكر العازل للحراره، ودوت بيتحط في اكتر اماكن بتكون قريبه للموتور عشان يمنع حراره الموتور ان هي تلمس الفبر وتحرق. كمان قص الحته اللي ورا ديت من حوض البطاريه عشان يفضي مكان للفانوس الخلفي. اما بالنسبه للفوانيس فدي كانت من موتو دايناميك. انا بعشق شكل الفوانيس، ما تقنعنيش ان في فوانيس اجمد من دي. ومش بقول لك كده بالصحاب عشان ديت الفوانيس اللي موجوده عندي، بس حرفيا الفوانيس دي شكلها خرافه. كمل تركيب بقى الفيرنج وكمان الويند شيلد وحط المرايات، مع ان حاسس المرايات ديت كده طويله شويه عن وش الموتوسيكل، بس المهم النتيجه موتوسيكل جديد تحفه، تحسه لسه طالع من المصنع حالا. جرب يشغل الموتوسيكل، اشتغل من اول مره مع انه هو كان مجربه، بس ممكن برضه حاجه قد تحصل، بس الحمد لله الموتوسيكل اشتغل معاه من اول مره ما فيهوش اي مشكله. صوت نضيف، اداء ناعم، فرامل جامده، اداء فوق الممتاز، وده المتوقع من السي بي ار 600 دبل ار. الموتوسيكل ده تحفه، وبنصح اي حد مبتدئ عايز يبدا فده الموتوسيكل اللي انت تبدا بيه. الرخامه الوحيده اللي انت ممكن تقابلها في الموتوسيكل ده هو الفبر بتاعه، والمناسبه احنا كنا عاملين ريفيو على الموتوسيكل دوت، انصحك ان انت تشوفه. ده هو بنفسه قال ان الموتوسيكل ده هو احسن موتوسيكل اشتغل عليه، عشان حرفيا الموتوسيكل جامد. اعتبرها تطبيل، اعتبرها اي حاجه عشان الموتوسيكل ده بتاعي، بس فعلا الموتوسيكل خرافي، واي حد بيفهم في الموتوسيكلات هيفهم انا بتكلم في ايه. بس بعد تجربه السواقه الجامده دي اكتشف تسريب بسيط في ميه التبريد، لقى جاي من خرطوم فوق الريداتير. دي بالنسبه له ما كانتش مشكله واتحلت في ثواني، وده طبيعي لما يكون كل حاجه متجربه بعين رايقه. انا بصراحه كنت مستني يقول التكلفه الاجماليه كانت كام او هيبيعوا على الاقل بسعر كام، بس للاسف ده ما حصلش. المهم يا ابو الصحاب، لو الفيديو ده عجبك دوس لايك واشتراك عشان الجاي هيبقى جامد جدا، واوعى تنسى تصلي على النبي. كان معاكم رمزي ابو زيد باد بويز، اشوفكم في فيديو الاسبوع الجاي، سلام.